السلام عليكم البنات، احلى متتبعات فاميلتي عائلتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نبداو بكلامنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الطلبيه ديال الشباكيه، كيلو عجنات الشباكيه، وحبيت نشاركها معكم. وهذا نشارك معكم الطريقه ديالي اللي دائما معتمده عندي في الشباكيه. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله في المقادير. عندي هنايا 2 معالق ديال حبه الحلاوه مطحونين مزيانين ومغربلين، و2 معالق ديال النافع مطحونين حتى هما ومغربلين، كاس ديال اللوز، كاس ديال الزنجلان اولا السمسم، 2 معالق كبار ديال القرفه، كاس ديال الزبده مذوبه، وكاس ديال الزيت نباتيه، وربع كاس ديال الخل، ونصف كاس ديال الزهر، وعندي نص كاس ديال الماء درت فيه زعفران الحر، زعفران شعره، وعندي واحد شويه ديال المسكه الحره مدقوقه مع شويه سنيده وغربلتها، وغادي نضيفها، ورشيشه ديال الملح، وعندي ساشيه ديال الخميره د الحلويات. وبالنسبه للدقيق عندي كيلو و200 غرام. دائما البنات انا كنزيد دائما ديك الزياده، ربما تهرس شي وحده، ربما تحرق شي وحده، باش كيبقى الكميه كامله للسيده اللي طلبات. صافي هنايا درت كاع النواشف كاملين وغادي نخلطهم حتى كيتمزج بيناتهم، وعاد نضيف هاد السوائل. كيف ما قلت لكم البنات دائما انا كنزيد ديك 200 غرام 150 غرام، كيف ما دائما ربما كنقول ربما تحرق لي شي وحده ولا تهرس لي شي وحده، يعني ماشي غير في الشباكيه، في الحلوه، في كل شيء، في الكاطو، في المملحات، في كل شيء كنزيد ديك الكميه هكاك باش يكون الميزان وافي، وفي نفس الوقت الا ضاعت شي وحده كيبقى الوزن كامل لمولاتها. صافي هنايا غادي نضيف الزبده، وغادي نحاول نبسبس مزيان داك الدقيق حتى كتدخل فيه ديك الزبده مزيان مزيان. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نضيف داك الزهر والخل وداك الماء اللي فزقت فيه الزعفران الحر اولا الزعفران شعره. وصافي كنكمل بهاد الكميه كامله، يعني بهاد الطريقه حتى حتى كيدخل داك النواشف مع داك كاس ديال الزبده. صراحه جات غزاله هاد الشباكيه، جات زويونه ومجعبه وجات رائعه جدا. صافي وهنايا كنكمل بهاد الطريقه حتى كنجمع مزيان هادشي. وما غادي بالاحسن البنات بالاحسن، يعني بحال دابا كيلو ديال الدقيق كيدي كاس ديال الزيت وكاس ديال الزبده، ما نزيدو وما نقصو. الا زدنا غادي العجينه غادي تبدا تفرتت، الا نقصنا ما غاديش يعني تجينا الشباكيه زوينه هشيشه ولا معلكه، غتجي قاصحه. يعني ما نقصو ما نزيدو، غادي نبقاو في نفس العبار. كيف ما قلت لكم دائما انا كنعطيكم العبار ديال الكاس ديال العنبه. الا درنا 2 كيلو عجننا 2 كيلو في خطره واحده ديال الدقيق، كنديروا 2 كيسان ديال الزبده و2 كيسان ديال الزيت، وكنديروا ديك الساعات كاس مع مرش ديال الخل، يعني 4 مع 4، وعاوتاني كاس ديال الزهر، وخلاص زعفران الحر شعره ما بغيتوش تفزقوا مثلا في الماء كديروه مع الزهر نيشان. وصافي وهنايا غادي ناخد هاد السوائل غادي نسخنهم مزيان، غادي نسخنهم باش هكاك منين نزيدوها على هذيك الزبده ما غاديش تبرد، غادي تطلق لينا وغتعطينا الطوع في العجين، باش ما كتبقاش مكركبه. الا درنا الماء بارد ولا درنا هذاك الشيء بارد، عفوا ماشي الماء، يعني داك الخل وداك الزهر، يعني غادي ديك الزبده غتولي لنا بحال مكركبه، غادي تعذبنا في العجينه، غادي تبدا تقطع لينا فاش ندوزوها في الماكينه. وهنايا غادي خصني نزيد واحد مازال، يعني غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزهر اولا د الماء. انا زدت هنايا نص كاس ديال الزهر باش تجمعات ليا بحال هكا، ما غاديش نقصحها، هذا هو القوام ديالها. اما الا ما غاديش عفوا ما غاديش نزيد لها يعني سوائل، غادي نخليها بحال هكا، وغادي نجمعها في واحد البلاستيك غذائي ترتاح. بيد ما نجمع دوك المعانات نغسلهم ونجمع الكوزينه غادي نلقاها ارتاحت. صافي هنايا درتها كريات بحال هكا كيف ما كتشوفوا متساويين، وغادي نبدا نطلقها نورقها، وغادي نخليها حتى كترتاح، عاد نجلس ديك الساعات انا نورقها ولا نشبكها. صافي بحال هكا بهذه الطريقه، يعني هذه الطريقه انا هذه هي طريقه باش كنخدم الشباكيه دائما. يعني من شحال هذه هي طريقتي، ما كنزيد عليها ما كنقص عليها، بحال هكا. وغادي نخليها جانبا في بلاستيك غذائي، حاولوا ما امكن غير تساليو ديروا الميكا، غير تساليو ديروا الميكا
أو عفوا بلاستيك غذائي ولا ميكا ولا سلوفان اللي كان، يعني تكون نقيه وتكون بيضه. وصافي وهنايا غادي نجمع بحال هكا الجوانب، واخا كتبان لكم هكا في الجناب بحال يعني بحال اللي ما متقاداش، ولكن فاش غادي نجي نورقها غادي تولي مرتاحه وغادي تعطينا الطوع على الخدمه. وصافي وكنستمر بحال هكا كنكملها حتى كنكمل هاد الكميه كامله. يعني عندي هنايا 4 ديال الكريات، بغيتو تصغروهم بغيتو تخليوهم في هاد الحجم كتخليوها في الحجم، يعني كل واحد كيفاش كيدير طريقه الخدمه ديالو. انا كنخدمها بالطريقه وكنحبها هكا بهاد الطريقه بالاحسن. وصافي وكنكمل بحال هكا حتى كنكملها، وغادي نجلس ديك الساعات نعطيها الخاطر باش نشبكها. يعني ما عنديش كميه بزاف باش تشد ليا الوقت، يعني راه غير كيلو، يعني عندي عجنه دغيا دغيا باش نخليها على الاقل ليله كامله باش تنشف عاد لغدي نقليوها. كل ما نشفت كل ما كتكون احسن. اما الا زربنا عليها باقا هي رطبه غادي تبقى تحلينا في الزيت وما غاديش تعطينا داك المنظر اللي زوين. صافي هنايا كملتهم كاملين، غادي نحطهم جانبا وغادي نكمل كيف ما قلت لكم الشغل اللي عندي هنايا. عاد ديك ساعات غادي نجلس نيشان باش نبقى نشبكها حتى كنساليها كامله، ما نطلقش منها حتى نورقها كامله. صافي هنايا كيف ما شفتوها هي مرتاحه، يعني كتعطيني الطغى كتطلق دغيا، ماشي قاصحه كتفرتت لينا في الجناب. ينفع راه كترتاح غير عطيوها الوقت باش ترتاح كتولي هي هذيك في الخدمه ديالها. وهذه غادي نقسمها على 4 شرائط، ومن بعد غادي نبدا نخدمهم شويه واحد بواحد. يعني بهذه الطريقه انا كما قلت لكم المعتاده. كاين اللي كيديروهم كريات صغار بحال هكاك وكيورقوهم، يعني كيخدموهم وحده بوحده. انا بحال هكا هذه كنقسمها على 4. صافي دائما بلاستيك غذائي ما يخطاكمش يكون حداكم وتجمعوها باش ما تنشفش. وصافي وغادي نبدا نورقها. يعني درت هنايا الوراقه اولا الماكينه حدايا اللي كتعاون في هذا في الطرق ديالها. كيف ما شفتوا انا درتهم رقاق هكا باش ما يبقاوش الجوانب، باش ما يضيعش ليا بزاف ديال دوك المصوصه، باش ما نبقاش ديك التعاويده كتكون قاصحه والعجينه كتبدا تفردد فاش كتقطع. صافي ما كتبقاش تعطيك الطوع ديال التوراق. انا كيف ما شفتوا هنا غادي نطلقها شويه بالدلاك، عاد غادي ندوزها في الماكينه، عاد غادي نورقها ومن بعد غادي نبقى يعني نشبكها. هنايا عندي كما شفتوا هذيك الجراره الدايره اللي فيها هكاك مطبوعه، هذيك ساهله وعمليه البنات، ما كتضطروش كاع ديروا هذيك الجراره ولا تبقاو تحسبوا. هذه زوينه كتعطيك ديك الطبعه حتى الا ما يعني عطات لك غير ديك لاطراس ديالها كتولي تكملي ليها انت بديك الجراره الاخرى. صافي وغادي نبقى نمشيها هكا كامله داك الشريط. شتو يعني الجوانب ما كاينش بزاف ديال العجين، غادي يضيع بزاف ديال العجين وتبقاي تعاودي وتعاودي. يعني راهي شويه. وهنايا راه شي بلايص غير طبعوا ما تبركاتش عليهم ديك الجراره. هنايا انا كنعاودها بهادي. صراحه هذه اللي عندي في يدي زويونه. كنفضل انا نخدم بهادي وما نخدمش هذيك الحديد. هذا السنينات ديالها رقاق وكتخلي دوك السنينات باينين وزوينين. وصافي وهنايا غادي نبدا نشكل بحال هكا. يعني التشكيله ساهله، كنحط جوج على جوج وداك الواحد كنلصق جنيب مع جنيب حتى صافي كنلصقهم من الجنيبات بحال هكا. انا كنديرها هكا كتبان ماشي كبيره بزاف مهنفره ولا جايه متوسطه وزويونه. وصافي هكا يعني التشكيله ديالها ساهله. كنحط جوج فوق من جوج وداك داك الواحد اللي بقى كنجيب عليه دوك الودينات من الفوق. وصافي وكنحلها بطريقه اخرى وكنجمع لها الجنيبات. وصافي وكنستمر بحال هكا حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. هنايا غادي نخليها راه هنايا راه نشفات، راني غادي نبدا نقليها الليله كامله. خليتها كتنشف. هانتوما البنات كي جايه التشويكه ديالها جايه زويونه وغزاله ورائعه بزاف بزاف. وهانتوما نشفات بهاد الطريقه باش كتعطينا الطوع القلي. وصافي هنايا عندي هاد اللاطه. يعني تبارك الله راه كيلو كيخرج بزاف. يعني كيلو راه خرج تبارك الله 3 كيلو وشي 18 غرام بحال هكا خرجت. وصافي غادي هنايا راني شاعله المقلاة السخون ديال الزيت وموجده حدايا العسل اللي ديجا شاركته معكم في الفيديو اللي قبل من هذا. راه شاركته معكم، ولا اللي ما شافوش غادي ديجا نحط لكم هكا في صندوق الوصف باش تشوفوا. بطريقه زوينه العسل كيجي لاصق معلك، ما كيكونش يعني كيهبط على الشباكيه ولا المعسلات، ما كيلصقش، كيجي زوين بزاف بزاف وطريقه سهله وبسيطه. وصافي وهنايا غادي ندير المقله الاولى وغادي نخلي بالاحسن
ما ديروش الزيت في مباشره وديروا عليها الشباكيه، خليوها تسخن مزيان. فاش تلوحوا ديك الطرحه الاولى ديال الشباكيه نقصوا البوطه، خليوها متوسطه، ما تجهدوش عليها باش هكاك ما كتشوطش من الفوق، كتبقى من الداخل خضراء. وهنايا هانتوما غادي تشوفوا غادي نبدا نحط الشباكيه في المقله. وهنايا راه نقصت صافي البوطه فاش شفتها يعني يعني سخونه، راه نقصت عليها خليتها متوسطه. وغادي نستمر بحال هكا حتى كنعمر المقله كامله. ديك الساعات غادي انا عندي هاد الطويوه، ما درتش مقله، درت هاد الطويوه بالاحسن، كنعمرها هكا بالزيت. وكندير بزاف، كندير كميه بزاف، ما كنديرش شويه شويه، كندير بزاف وكنعطيها الوقت هكا باش كتقلى. وكما شفتوها نتوما ما تحلات ما تهرست، ما حتى حاجه، بقات في الشكل ديالها وجايه مجعبه وفنه وغزاله يا البنات. هنايا راني موجده هدايا العسل اللي قلت لكم راه بارطاجيته معكم البارح. صافي هنايا غادي نحيد القليه الاولى، راه صافي راه وجدات، ما نخليهاش تحمر بزاف ولا تتولي فاش كنديروها في العسل كتولي لنا بحال اللي محروقه، تكون بحال هكا. هنايا البنات راه راه الليل داكشي باش ما عطيهاش حقها. تصور ما عطيش حقه. الحق ديال الشباكيه كيفاش كتكون هي كتبان لكم بحال اللي محمره بزاف، هي لا راه ما محمراش بزاف، راه هي هذيك. صافي فاش حيدتها من الزيت راه هي هذيك ماشي حمراء حمراء، باقا يعني جايه مديهبه. صافي وهنايا كنطفيها في العسل وما كنقيسش نهائيا الشباكيه، كنحاول ناخذ العسل وكنبركيه بشويه عليها لانها جايه هشيشه باش ما تهرش في العسل. وصافي وكنستمر بحال هكا حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله ديال الشباكيه. وصافي وغادي نخليها تستقطر هكا في شي، نديرها في كسكاس ولا شبيكه حتى هكا تستقطر. عاد ديك الساعات كنقدمها في البواطات اللي غادي نجمعهم. هنايا راه خليتها مزيان، كل ما تشربت العسل كل ما شربت العسل بزاف كل ما كانت احسن. هنايا راني درت 2 قليات لانه عندي بزاف ديال العسل، درت 2 خليتهم حتى تشربوا مزيان. وعاد ديك الساعات حيدتهم ودرت القليه الثالثه. هنا كيف ما شفتوا صافي راني كملت كل شيء البنات. الروينه والعسل والزيت راكم عارفه راكم عارفين الروينه ديال الشباكيه ولا المعسلات بصفه عامه. هي صافي قديتها في هذا في هاد لي بواط كنديرهم في هادو. هنايا صافي جمعتهم وستفتهم وزينتهم بالسمسم اولا زنجلان بعد ما نقيته وحمرته. ديك الساعات عاد كل ما كناخذ هكا من الكسكاس ولا من الشبكه كنرش عليها هكا سمسم ولا زنجلان كنحطها. ماشي درت كلشي وعاد رشيت، يعني كنرش حبه بحبه. هانتوما البنات كما كتشوفوا عن قرب جايه مجعبه ورقيق، زعما ما جاياش غليظه، مجعبه ومعلكه وغزاله. ما نقولكمش البنات رائعه جدا، طلعت فنه بالصحه والراحه مولاتها، راه طلعت لها غزاله. وصافي وهنايا كما كتشوفوا لهنا كنكون سالات معكم الفيديو. هنايا غزال البنات، شوفوا كما كيبان لكم. نتمنى ان شاء الله تكون باينه لكم التجعيبه كي دايره و... وت- والتشبيكه ديالها بقات هي ما تخسرات ما حتى حاجه. ها نتوما كنحاول ما امكن نقربها لكم الكاميرا باش تبان لكم احسن. ها نتوما البنات جايه فنه. بالاحسن كل ما رققتوا الشباكيه كل ما كانت احسن، كل ما ترققت كتكون احسن. انا هانتوما راه عندي رقيقه وجايه مجعبه وغزاله ما شاء الله. هنايا البنات هاد الكميه عطات ليا 3 كيلو و18 غرام. انا غادي نوريها لكم من بعد، غادي نحطهم فوق الميزان وانتم غتشوفوا في الاخير ديال الفيديو. تبارك الله ما شاء الله رائعه. لهنا نكون ساليت معكم الفيديو بحال ديما. الا عجبكم الفيديو نستاهل معكم واحد لايك اولا بارطاج مع الحباب ديالكم، شي تعليق محفز. وشكرا لكم بزاف بزاف. بارطاجيو مع الاهل والاحباب باش كتعمل فائده للجميع. ولاول مره غيشوف قناتي ما عليه غير يشترك ويفعل الجرس باش هكا دائما يشوف الجديد. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم مع فيديو جديد ونهار جديد ساعه جديده. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، السلام عليكم.